بودكاست مصر إيجابي بنرحب بيكم في حلقة جديدة. حلقتنا النهاردة عن أحد أبرز العلماء المصريين في مجال الذرة، وهو واحد من أهم 10 علماء على مستوى العالم في مجال التصميم والتحكم في المفاعلات النووية. فتعالوا معانا في رحلة نتعرف عليه أكتر. هذا العالم الجليل هو دكتور يحيى المشد، أستاذ الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية. ولد الدكتور يحيى في مصر في بنها عام 1932، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم الكهرباء عام 1952 من جامعة الإسكندرية، وكان ترتيبه الثالث على دفعته، مما جعله يستحق بعثة دراسية عام 1956 لنيل درجة الدكتوراه من جامعة كامبريدج بلندن. ولكن ظروف العدوان الثلاثي على مصر وقتها غير مسار البعثة إلى موسكو. تزوج وسافر وقضى هناك 6 سنوات، ثم عاد بعدها إلى مصر، والتحق عام 1936 بهيئة الطاقة الذرية المصرية اللي أنشأها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واللي أمر أيضا قبل ذلك بعام بإنشاء قسم الهندسة النووية في جامعة الإسكندرية اللي انتقل إليه المشد حتى صار رئيسه عام 1968. أشرف دكتور المشد في فترة تدريسه بالكلية على أكتر من 30 رسالة دكتوراه، ونشر باسمه 50 بحث علمي تركزت معظمها على تصميم المفاعلات النووية ومجال التحكم في المعاملات النووية. وبعدها بفترة بسيطة تلقى عرض للتدريس في النرويج، وبالفعل انتقل بين عامي 36 و 64، ونظرا لعبقريته عرض عليه الجنسية النرويجية، ولكنه رفض تماما وظل متمسك بجنسيته المصرية. وخلال إقامته في النرويج انتهز فرصة وجوده بندوة مفتوحة للتحدث عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وبعدها بدأ يتعرض للكثير من المضايقات، فعاد لمصر وعمل كأستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية. بعد حرب يونيو 67 تم تجميد البرنامج النووي المصري، مما أدى لإيقاف الأبحاث في المجال النووي، وأصبح الوضع أصعب بالنسبة لي بعد حرب 73، حيث تم تحويل الطاقات المصرية إلى اتجاهات أخرى. كان توقيع صدام حسين في 18 نوفمبر 1975 اتفاقية التعاون النووي مع فرنسا أثره في جذب العلماء المصريين للعراق، واللي منهم دكتور المشد. ودع دكتور يحيى المشد وراءه حلما غاليا في مصر، وانتقل للعراق وعمل كمدرس في جامعة بغداد 4 سنوات. وفي أول عام 1980 أصبح دكتور المشد هو المسؤول الأول عن البرنامج النووي العراقي. وفي منتصف عام 1980 استقبلت العراق شحنة يورانيوم من فرنسا، وكشف الدكتور المشد إن الشحنة غير مطابقة للمواصفات، فعادت الشحنة لفرنسا مرة أخرى. وبعدها بفترة طلبت فرنسا من دكتور المشد أن يسافر إليها لاستلام الشحنة، وصمموا على أن يكون هو المستلم بنفسه. فسافر المشد يوم 7 يونيو 1980 لفرنسا، ونزل بفندق الميرديان بباريس. وفي يوم 13 يونيو 1980 وهو آخر يوم للمشد بفرنسا قبل عودته للعراق، دخل الفندق ثم دخل للمصعد، وإذ بفتاة مجهولة تدخل معه وتحاول إغراءه بكافة الطرق، ولكي تقضي سهرة معه في حجرته، لكنه كان رجل متدين وبعيد كل البعد عن هذا الاتجاه، فرفض تماما وتوجه لغرفته وتركها. وفي صباح يوم 14 يونيو 1980 وجدوا دكتور يحيى جثة هامدة داخل غرفته، وقد تهشمت جمجمته، وأقيمت التحقيقات، وكانت الشاهدة الوحيدة هي فتاة الليل، ولكن أيدت القضية ضد مجهول، ومع ذلك كلنا نعلم من هو هذا المجهول. وعند إذاعة خبر وفاته استقبلها الإعلام الإسرائيلي بكل صدر رحب. وبعد عام على اغتيال المشد تم تدمير المفاعل النووي العراقي بالكامل. وفي بداية الألفينات اعترفت إسرائيل علنا بأنها من قامت بتدمير المفاعل النووي العراقي واغتيال دكتور المشد. وفي النهاية سيظل دكتور يحيى فخر لنا كمصريين وكعرب، رحم الله عالمنا الجليل وأسكنه فسيح جناته. وفي ختام حلقتنا النهاردة نتمنى تكون عجبتكم، ونتقابل في حلقة جديدة من بودكاست مصر إيجابي.